هو ايه اللي بيحصل في السودان بالظبط؟ قناة المواطن سعيد هي من اكبر القنوات على اليوتيوب، ابتدى يتكلم ويشرح ايه اللي بيحصل في السودان دلوقتي. في ولاية موجودة في شرق السودان اسمها ولاية الجزيرة. الولاية دي تعتبر من اهم الولايات اللي في السودان. الولاية دي كان موجود فيها الجيش السوداني اللي هو بقيادة البرهان. للأسف الولاية دي تم السيطرة عليها من قبل الدعم السريع بدون أي مقاومة تذكر من جيش السودان. يعني جيش السودان سلم ولاية الجزيرة دي للدعم السريع تسليم أهالي، وسابوا لهم كمان الأسلحة، يعني سلموها لهم، سابوا لهم الأسلحة وهربوا. الموضوع ده أصلا في لغط أو في حلقة مفقودة إن يتم تسليم الولاية بالشكل ده بدون مقاومة. ففي كده حاجة كده غريبة بتحصل يعني. الولاية دي أهميتها في إيه؟ الولاية دي فيها 2.5 مليون فدان بيزرعوا بطريقة صناعية، يعني هي تعتبر أكبر أرض زراعية بيتم ريها بطريقة صناعية في العالم، أو أكبر مزرعة صناعية في العالم. تخيلوا لما الدعم السريع يسيطروا على ولاية مهمة بالشكل ده وفيها كمية الأراضي الزراعية المزروعة بالشكل ده. تخيلوا ايه الدمار اللي ممكن يحصل، وايه المجاعة اللي ممكن تحصل في السودان لما هم يسيطروا على حاجة زي كده. كمان المهم في الولاية دي انها بتنفذ على ولاية بورت السودان. ولاية بورت السودان دلوقتي هي تعتبر المقر والمركز الرئيسي لقوات الجيش السوداني. لو هم سيطروا على، لو الدعم السريع راح سيطر على بورت السودان، خلاص يبقى كده لا وجود للجيش السوداني في السودان. فتعتبر ولاية الجزيرة تعتبر هي المنفذ دلوقتي لبورت السودان اللي هي موجود فيها الجيش السوداني. فانا مش عارفه الجيش السوداني ايه اللي خذله بالشكل ده. يعني هو كان شادد حلو الفتره اللي فاتت وكان كويس، معرفش ايه اللي حصل خلاه يتدهور بالشكل ده، او ايه الخيانه اللي حصلت فيه بمعنى اصح. الادهى والامر بقى ان في حاجه اسمها الجبهه الوطنيه السودانيه. دي اعلنت التعبئه الشعبيه او تعبئه المقاومه الشعبيه والتعبئه العامه. يعني اعلنوا ان هم دلوقتي محتاجين الشعب هو اللي يدافع عن السودان. الوضع يعني واصل لايه اما يعلنوا ان ان الشعب هو اللي ينزل يدافع عن ارضه. طب فين الجيش؟ فين الجيش؟ ده كده حرب اهليه بقى، حرب اهليه رسمي. السودان الوضع فيها صعب جدا. في خيانه حصلت اكيد ما دام هم سلموا الولايه المهمه اللي هي الجزيره دي للدعم السريع بالشكل ده بدون اي مقاومه، يبقى اكيد في حصلت خيانه في الجيش السوداني للاسف.